السلطات تمنع الدخول للقصر الكبير وتقطع الكهرباء استعدادا لعاصفة وفائض السد. قال محمد السيمو رئيس جامعة القصر الكبير في تصريح إن عملية تصريف فائض سد واد المخازن ما تزال مستمرة، والذي بلغت نسبة ملئه بحدود اليوم الأحد 8 فبراير 160%. وأكد محمد السيمو في حديثه للجريدة أن هذه النسبة الكبيرة تشكل حالة استثنائية تتطلب حذر الجميع وترقب مستمر. وأضاف السيمو أن عاصفة مطرية مرتقبة ابتداء من الساعة 11 ليلا، معربا عن أمله في أن يشهد سكان القصر الكبير فرجا في الأيام المقبلة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع. وحول الإجراءات الوقائية أفاد السيمو أن الدخول إلى المدينة ممنوع منذ البارحة ويوم الأحد، ومن المنتظر أن يستمر المنع غدا أيضا، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لتفادي أي ضرر محتمل نتيجة تصريف المياه والغزارة المتوقعة للأمطار. وأفاد السيمو أن السلطات المحلية قامت بعدة خطوات وقائية منها قطع الكهرباء وخدمات الويفي في بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السكان ومنع أي حوادث كهربائية أثناء تصريف المياه. وأكد السيمو أن الساكنة تم إجلاؤها بالكامل حرصا على سلامتها، موضحا أن هذه العملية شملت جميع الأحياء المعرضة لمخاطر الفيضانات، وأن فرق الطوارئ المحلية والإقليمية على أهبة الاستعداد لمتابعة الوضع أول بأول.